السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة ثالثة ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى يلا بينا نكمل باقي امتحانات اللي احنا بنحلها اللي هي محاكاة لنفس شكل الامتحان اللي هيجي لك ان شاء الله. طيب اول سؤال عندي بيقول اصبح حلف الناتو في مرحلة النمو طبقا لافكار رادزل بسبب ايه؟ قال لي حلف الناتو دلوقتي بدأ ان هو يكبر اكتر وبدأ ان هو يبقى في مرحلة النمو. طب الكلام ده كله طبقا لافكار رادزل بسبب ايه؟ طبعا انا عندي ان رادزل هو كان صاحب فكرة ان خريطه العالم السياسيه تشكلت نتيجه صراع ما بين الدول، وكمان ان الدوله بتعدي بثلاث مراحل: ميلاد ونمو ووفاه. طيب قال لي اول حاجه تضاؤل نفوذ حلف وارسو، ولا فشل سياسه جورباتشوف الاقتصاديه، ولا اشتعال الحرب البارده، انهيار منظمه عصبه الامم او عصبه الامم. طبعا عندي هنا فشل سياسه جورباتشوف الاقتصاديه. ليه؟ لانه جورباتشوف لما مسك رئاسه الاتحاد السوفيتي اتبع سياسه معينه، السياسه دي كانت بتقول ان هو ايه؟ هيبقى في انفتاح سياسي واقتصادي، فالانفتاح ده اتطبق بطريقه مش صح فادى الى الفشل، فالفشل ادى للسقوط. تمام؟ يبقى فشل سياسه جورباتشوف الاقتصاديه. رقم 2 الجزر الموضحة في الصورة المقابلة غير مؤثرة عند تحديد الحد السياسي كما في نهر ايه؟ قال لي دلوقتي الجزر اللي قدامي دي مش بتأثر وانا بحدد الحد السياسي زي ما حصل في نهر ايه. طيب دلوقتي الجزر هما بيحددوا الحد السياسي، الجزر ما اتأثرتش بأي حاجة. تمام؟ طيب ده حصل فين؟ قال لي حصل عندي في نهر الراين ولا نهر ريو نهر النيل، نهر بوج. طبعا عندي نهر بوج اللي هو إحدى ضفتي نهر. طبعا عندي احدى ضفتي نهر ان النهر باكمله بيبقى داخل حدود الدوله، تمام، والضفه الاخرى في حدود دوله ثانيه. تمام؟ اللي هو كان ما بين رواندا، تمام، ما بين بولندا واوكرانيا. تمام؟ طيب هنا دلوقتي بيقول لي ان المفروض ان هو على الحدود ما بين ده، ما بين الاثنين دول احدى ضفتي نهر، ففي ضفه موجوده في النهر اللي هو نهر بوج. يبقى الجزر اللي موضحه في الصوره اللي قدامي دي مش متاثره عند تحديد الحد السياسي زي ما حصل في نهر فين؟ نهر بوج. تمام؟ ما بين بولندا ومين؟ وبيلاروسيا واوكرانيا. طيب بعد كده قال لي اي من الدول الاتيه الاكثر تشابها في سماتها مع الامه. يعني هختار الدوله اللي قدامي دي تتشابه مع الامه. يعني اذا الدوله دي هيبقى فيها مثلا هيبقى فيها تجانس ديني، تجانس عرقي، تجانس لغوي. فمين الدوله اللي كان فيها تجانس عرقي وديني ولغوي؟ قال لي وحدويه مركزيه، اتحاديه فيدراليه، اتحاديه كونفدراليه، وحدويه مجزاه. طبعا عندي الدوله الوحدويه المركزيه. الدوله الوحدويه المركزيه هي الاقرب لشكل الايه؟ الامه، والسؤال ده مهم. كمان قال لي رقم 4 تميزت التخوم في قارة أوروبا قديما بأنها إيه؟ يعني زمان لو كنا جينا على قارة أوروبا قبل ما يبقى في حدود سياسية، كانت التخوم أو التخوم اللي بتفصل ما بين الدول عبارة عن غابات وعبارة عن جبال وعبارة عن صحاري. فالحاجات دي كلها بقى كانت خالية من الموارد. لا ده أنا بقول لك غابات، وبقول لك كمان كان عندي جبال، فهي مش خالية من الموارد. طب ذات موارد طبيعية محدودة المساحة كثيفة السكان. طبعا عندي ذات موارد طبيعية لأنها عبارة عن جبال وغابات. رقم 5 حدثت نقلة نوعية في دراسة مجالات الجغرافيا السياسية بسبب إيه؟ قال لي في نقلة نوعية حدثت في دراسة مجالات الجغرافيا السياسية، وده بسبب انتهاء الصراع الأيديولوجي، ولا تكوين هيئة الأمم المتحدة، تكوين عصبة الأمم، ظهور الثورة الصناعية. هنا بيقول نقلة نوعية في دراسة مجالات الجغرافيا السياسية. دراسة مجالات الجغرافيا السياسية النقلة اللي حصلت امتى بقى؟ قال لي لما بدأ يظهر النظام العالمي الجديد وما يحدث عنه أو ما ينتج عنه من متغيرات. فهنا قال لي انتهاء الصراع الايديولوجي، تكوين هيئه الامم المتحده، تكوين عصبه الامم، ظهور الثوره الصناعيه. طبعا عندي انتهاء الصراع الايه؟ الايديولوجي. انتهاء الصراع الايديولوجي، ودي كده النقله اللي حصلت في مجالات الجغرافيا السياسيه، ان لما انتهى الصراع الايديولوجي فضلت عندي او تمركزت عندي الولايات المتحده الامريكيه بالقوه كقوه ايه؟ كقوه عظمى، هي اللي كانت متمركزه على خريطه العالم السياسيه. رقم 6 نستنتج من الخريطة التالية أن عواصم بلاد المغرب العربي تتشابه في عامل اختيارها من حيث إيه؟ هنا بيقول لي لو جينا بصينا على عواصم بلاد المغرب العربي هنلاقي عندي طرابلس هنا في ليبيا، وهلاقي عندي تونس، هلاقي عندي هنا الجزائر، وعندي هنا الرباط. تمام؟ ولو بصينا ونواكشوط هنا موريتانيا، لو بصينا هنا على عواصم بلاد المغرب العربي هلاقيهم كلهم متشابهين من حيث العامل التاريخي. يعني أنا بعيني كده هقدر أشوفهم هم ليهم عامل تاريخي ولا لأ، ولا هقدر اشوف الحمايه ودفاع، الموقع وسهوله الوصول، السياده القوميه. قال لي طبعا هنا على البحر المتوسط، بحر متوسط، بحر متوسط، بحر متوسط، بحر متوسط. يبقى اذا كلهم متشابهين من ناحيه الموقع وسهوله الايه؟ الوصول، ان كلهم نقدر نوصل لهم بسهوله وموقعهم على البحر المتوسط.
تظهر اثر او يظهر اثر المعيار القومي عند اختيار الحدود في ايه؟ قال لي هنا اثر المعيار القومي وانا بختار الحدود بيظهر فين؟ معيار قومي وانا بختار الحدود في وسط اوروبا ولا جنوب شرق اسيا ولا غرب امريكا الجنوبيه ولا جنوب افريقيا؟ هو هنا يقصد بالمعيار القومي هنا اللغه، المعيار القومي. فهنا قال لي اثر اللغه في اختيار الحدود هنا ظهر في وسط اوروبا، لان هم اختاروا الحدود في وسط اوروبا على اساس اللغه بعد الحرب العالميه الاولى. تمام، يبقى عندي وسط ايه؟ اوروبا. برضو السؤال ده مهم. بعد كده قال لي توجد عدة أشكال للدول في العالم في ضوء العبارة السابقة، تتصف الدولة بالشكل المندمج عندما إيه؟ قال لي في أشكال كتير جدا للدول، شكل الدول 4 أشكال، شكل مندمج منتظم، شكل مندمج زبروز، شكل مستطيل شريطي، الدولة الجايبية، الدول المجزأة. فقال لي إذا الشكل عشان أقول عليه مندمج عندما يتميز بالقوة التنظيمية وتنوع المناخ، يتوافر بها شبكة نقل متميزة، تكون مساحتها صغيرة بالنسبة للدول المجاورة، ولا يتقارب عدد خطوط الطول ودوائر العرض فيها. يعني انا دلوقتي بقول لي عشان اقول على الشكل مندمج، عشان اقول على الشكل مندمج هلاقي ان عدد خطوط الطول ودوائر العرض فيها متقاربين من بعض، قريبين من بعض. يعني خطوط الطول ودوائر العرض الرقم بتاعهم قريب، فلما هيقتربوا الرقمين من بعض الشكل هيبقى منتظم او مندمج. يعني مثلا عندي مثلا 5 6 دوائر عرض و5 6 خطوط طول، خلاص كده هم قريبين من بعض، فاذا الشكل منتظم مندمج. طيب، يتراجع دور المرأة في العملية الانتخابية في بعض الدول نتيجة لإيه؟ قال لي دور المرأة في العملية الانتخابية بيقل نتيجة قلة عدد الإناث، اتباع القوانين السياسية، ارتفاع معدل الأمية، الصراعات الداخلية. قال لي طبعا بسبب ارتفاع معدل الأمية لدى الإناث في بعض الدول، لأنهم بسبب الفكر العادات والتقاليد، يعني فكر اجتماعي مثلا إن المرأة ما تتعلمش، إن المرأة لأسباب دينية واجتماعية ما لهاش تخرج من البيت والكلام ده، يبقى بسبب ارتفاع معدل الأمية. ظهر اثر انتهاء الحرب البارده على خريطه العالم السياسيه فين؟ قال لي اثر انتهاء الحرب البارده انتهت، فلما انتهت تزعمت الولايات المتحده الامريكيه بالفكر الراسمالي او الفكر الغربي بالايه؟ بالقمه او بالقوه. فهنا بقى اثر الانتهاء ظهر على الخريطه فين؟ اثر الانتهاء ظهر على الخريطه في اختراق الامن الثقافي لبعض الدول، ولا اضعاف هيئه الامم المتحده، زياده الصراع الايديولوجي، ظهور الثوره الصناعيه. طبعا الثوره الصناعيه نستبعدها لانها بعيده. زياده الصراع الايديولوجي هو خلاص هو انتهى بالفعل فوق فمش هيظهر لي تاني. اضعاف هيئه الامم المتحده، هيئه الامم المتحده كانت ضعيفه في الوقت اللي قبل ده. طبعا هنا عندي انتهاء الحرب البارده اثر على اختراق الامن الثقافي لبعض الدول، اختراق الامن الثقافي لبعض الدول اللي قامت بيه طبعا عن طريق الايه؟ العولمه والنظام العالمي الجديد، اللي هم بيهيمنوا ويسيطروا على الدول الايه؟ الضعيفه. ساهمت الامم المتحده في حل العديد من النزاعات ذات البعد الاجتماعي. الامم المتحده حلت مشكلات لها بعد اجتماعي، ومنها ايه؟ قال لي ارسال مراقبين في مناطق التوتر بشبه القاره الهنديه، مساندة حركات التحرر في العالم، إعادة منطقة طابة لمصر، تقديم المساعدات للاجئين على طول. لاجئين يبقى اجتماعية، لاجئين يبقى اجتماعية، حطها قاعدة على طول. مشكلة اللاجئين حاجة اجتماعية، تمام؟ ما دام قال لي بعد اجتماعي يبقى مشكلة اللاجئين، تمام؟ تقديم المساعدات للاجئين في العالم. يقل السكان في إقليم سيبيريا بسبب إيه؟ قال لي إقليم سيبيريا ده موجود في شمال آسيا من فوق، تمام؟ عندي شمال روسيا وشمال كندا بفعل البروده، ففي شمال روسيا من فوق موجود عندي اقليم سيبيريا. فليه السكان بيقلوا في اقليم سيبيريا؟ انا قلت بفعل الايه؟ البروده الشديده، بفعل شده المناخ. طب شده المناخ دي هختار لها ايه؟ طبيعه جبليه، كثره الغابات، الموقع الفلكي، انتشار الصحاري الحاره. قال لي عندي هنا الموقع الفلكي. الموقع الفلكي ليه؟ لان الموقع الفلكي الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض، موقع خطوط الطول ودوائر العرض، تمام؟ فدوائر العرض هنا هي المهمه في المناخ وبتحدد الملامح العامه لمناخ الدوله. رقم 13 قال لي تتشابه الاحلاف العسكريه مع التكتلات الاقتصاديه في انهما اقرب الى ايه؟ الاحلاف العسكريه والتكتلات الاقتصاديه هما الاثنين اقرب الى ايه؟ دوله مركزيه، الاتحاد الكونفدرالي، الدوله الفيدراليه، الدوله الوحدويه. قال لي طبعا احلاف عسكريه، شويه دول مع بعض مشتركين مع بعض في المجال العسكري. التكتل الاقتصادي نفس الكلام، شويه دول مع بعض مجتمعين مع بعض في المجال الاقتصادي. فاحنا قلنا شويه دول، يعني اتحاد هو اللي عندي الاجابه، اتحاد كونفدرالي على طول، تمام؟ لان الاتحاد الكونفدرالي كان عباره عن انضمام دولتين او اكتر في اتحاد او منظمه بتنظم العلاقات ما بينهم لتحقيق غايات مشتركه.
رقم 14 من خلال دراستك للخريطة المقابلة يتضح أن دولة فيتنام أقرب إلى الشكل إيه؟ دولة فيتنام، فين دولة فيتنام؟ قال لي دولة فيتنام هي المكان ده. طيب دولة فيتنام أقرب إلى شكل دولة إيه؟ قال لي أقرب إلى الشكل المندمج ذو البروز ولا البحر المجزأ بري مجزأ شريطي طولي؟ قال لي طبعا دولة فيتنام على طول يبقى دولة ذات شكل شريطي طولي، هي ودولة مين؟ هي ودولة شيلي، هي ودولة مين؟ هي ودولة عندي شريطي طولي شيلي وفيتنام، وقال لي عندي كمان دولة البرتغال، كل دي ذات شكل شريطي طولي، تمام؟ طيب بعد كده قال لي بيتأثر التركيب العمري للدول المرسلة للمهاجرين مقارنة بالدول المستقبلة لهم، وده من خلال ايه؟ يعني التركيب العمري بتاع الدولة على حسب الفئات العمرية، صغار سن، شباب، كبار سن، التركيب ده بيختلف للدول اللي بتستقبل هجرات. ازاي؟ قال لي انخفاض نسبة الأطفال بالدول المستقبلة، الدول اللي بتستقبل سكان بينخفض فيها نسبة الأطفال. رقم 2 ارتفاع نسبة الشباب في الدول المرسلة، الدولة اللي بتبعت شباب من عندها نسبة الشباب بترتفع؟ لا طبعا. ارتفاع نسبة كبار السن بالدول المستقبلة، أنا دولة مستقبلة للهجرات نسبة كبار السن عندي هترتفع؟ لا برضو. انخفاض نسبة الشباب في الدول المرسلة، أيوه هي دي. أنا دلوقتي دولة زي دولة مصر بترسل شباب من عندها يشتغلوا بره، فبالتالي بيحدث عندها انخفاض في نسبة الشباب بالنسبة للدول المرسلة. يبقى الدول اللي بترسل هجرات بيحدث عندها انخفاض في نسبة الايه؟ الشباب. طيب سؤال رقم 16 ارتبط انتهاء الاستقطاب العالمي بايه؟ انتهاء الاستقطاب العالمي، انا عندي استقطاب عالمي تاني ان كان عندي قطبين او قوتين متمركزتين في العالم، الكتله الشيوعيه والكتله الراسماليه، فلما حصل انتهاء للاستقطاب العالمي عندي سقطت الاتحاد السوفيتي وتفكك معاه الحلف بتاعه حلف وارسو، وتزعمت عندي الولايات المتحده الامريكيه بالقوه كقوه عظمى. طيب لما انتهى صراع الاستقطاب العالمي ارتبط معاه التطبيق الخطأ لسياسة الانفتاح الاقتصادي، نجاح الفكر الشيوعي، طبعا هو هنا الاستقطاب العالمي لما انتهى الفكر الشيوعي اصلا فشل. طب ظهرت التكتلات الاقتصادية، هي التكتلات الاقتصادية ظاهرة من قبل كده. طيب ظهور الثورة المعلوماتية، لا برضه هي ظاهرة من قبل كده. طيب ارتبط انتهاء الاستقطاب العالمي بالتطبيق الخطأ لسياسة مين بقى؟ الانفتاح الاقتصادي، لأن التطبيق الخطأ لسياسة الانفتاح الاقتصادي أدى أدى إلى إيه بقى؟ سقوط أو تفكك الاتحاد السوفيتي. تمام؟ يبقى هو لما جورباتشوف لما طبق الشكل بطريقه غلط اللي هي سياسه الانفتاح الاقتصادي ادى لسقوط الاتحاد السوفيتي، وبالتالي حدث معاه الاستقطاب العالمي او سقط الاستقطاب العالمي. اي من العناصر القوه العسكريه التاليه يصعب قياسها؟ حاجه من ضمن الاربعه دول حاجه انا صعب اقيسها، حاجه انا صعب اشوفها بعيني، حاجه انا صعب احكم عليها. انا لو شفت شويه طيران وصواريخ واسلحه اقول ده الدوله دي دوله قويه، لو شفت حجم الجيش كبير اقول الدوله دي دوله قويه. الحاجه الوحيده اللي مش هنقدر نقيسها هي كفاءه المقاتل، الكفاءه بتاعته. هو الكفاءه ينفع تتشاف بالعين؟ يعني انا شفت مقاتل واقف وماسك سلاح اقول لا ده المقاتل ده 10 على 10، ده 100 100، ده لو دخل اي حرب هينتصر ومش عارف ايه. لا، الحاجه دي ما ينفعش تتقاس، الحاجه دي بتبقى داخل كل جندي بقى درجه اخلاصه ودوافعه وايمانه وحبه لوطنه وحبه لجيشه. فدي الحاجه الوحيده الغير قابله للقياس اللي هي كفاءه المقاتل ودرجه تعلمه ودوافعه واخلاصه. تمام؟ يبقى دي حاجه عسكريه غير قابله للقياس، صعب قياسها. من خلال الخريطة التالية يتضح أن الأفضل لدولة أوزبكستان اعتمادها في تجارتها الخارجية على إيه؟ قال دلوقتي الأفضل لدولة أوزبكستان وهي بتعتمد على تجارتها الخارجية على إيه؟ طيب تعالوا كده نشوف الدولة. قال لي دولة أوزبكستان اللي هي دي اللي باللون الأصفر، هي كل الدولة دي. تمام؟ دولة أوزبكستان. طيب دولة أوزبكستان هلاقيها دولة يعني داخلية حديثة، فعلشان تعتمد في تجارتها الخارجية تروح على مين؟ روسيا وكازاخستان، هتطلع لفوق لروسيا وكازاخستان، ولا كازاخستان وتركمانستان هتروح لكازاخستان هنا وتروح لتركمانستان اللي تحتيها على طول، دي ودي اللي فوقيها وتحتيها، ولا هتروح لتركمانستان ومنغوليا هتروح لتركمانستان هنا، تمام، وهتروح لمنغوليا هنا، ولا جورجيا وارمينيا هتبعد خالص بقى تروح لجورجيا وارمينيا هنا؟ لا، هو الافضل ليها ان هي هتروح لكازاخستان، تمام، عشان تقدر تتصل وتطلع فوق لروسيا وتروح بقى لاي مكان من الاماكن دي، لان روسيا مساحتها كبيره فمن خلالها تقدر تروح لاي مكان واسع، اي مكان بقى شرق او غرب شمال او جنوب زي ما هي حابه. يبقى الافضل ليها روسيا وايه وكازاخستان. طيب
بعد كده قال لي تأثرت هيئة الأمم المتحدة سلبا في التعامل مع القضايا الدولية نتيجة لإيه؟ قال لي دلوقتي الأمم المتحدة اتأثرت بالسلب وهي بتتعامل مع القضايا الدولية نتيجة لانتهاء الحرب الباردة، ولا ظهور أزمات في الشرق الأوسط، ولا الصراع الأيديولوجي العالمي، ولا افتقادها للقوى العسكرية. هنا دلوقتي بيقول لي ان الامم المتحده ما عرفتش تاخد قرار وهي بتتعامل مع بعض القضايا الدوليه. طيب الكلام ده كله ليه؟ قال لي افتقادها للقوى العسكريه، لا هي كان عندها قوى عسكريه. طيب بعد كده قال لي انتهاء الحرب البارده، نمسك بالترتيب. هو لما الحرب البارده كانت انتهت هي ما عرفتش تاثر؟ طب هو اصلا هي وقت الحرب البارده والحرب كانت شغاله ما بين الكتله الشيوعيه والراسماليه، هي ما كانتش عارفه تاخد قرار قوي بسبب سيطره الدول الكبرى وبسبب ان هي مش عارفه تاخد قرار بسببهم. طب ظهور ازمات في الشرق الاوسط، ان كان في ازمات في الشرق الاوسط، ولا عندي الصراع الايديولوجي العالمي؟ هي وقت الصراع الايديولوجي العالمي. وقت الصراع الايديولوجي العالمي ايه اللي حصل؟ قال لي والصراع شغال ما بين الكتله الشيوعيه والراسماليه، هي اتاثرت في النص. اتاثرت في النص ليه؟ لان الدول الكبرى بتتخانق مع بعض، فهي دلوقتي مش لاقيه حل، فده المفروض ده من اختصاصها ان هي تلاقي حل. طيب بعد كده رقم 20 انسحبت دولة ألبانيا من حلف وارسو نتيجة لإيه؟ عندي دولة اسمها ألبانيا، الدولة دي انسحبت من حلف وارسو. طب ألبانيا انسحبت من حلف وارسو ليه؟ قالت والله يا جماعة المفروض إن حلف وارسو ده عامل الميثاق بتاعه باسم الصداقة والتعاون والمعاهدة المتبادلة أو الصداقة المتبادلة، يعني احنا كده عاملين مع بعض إيه؟ معاهدة متبادلة وصداقة وتعاون ومساعدة. فازاي احنا نبقى مع بعض وبنساعد بعض وبنحب بعض كدول ودوله فينا تروح تضرب دوله ثانيه؟ هو ده سبب خروج ألبانيا، ان ألبانيا اتضايقت ان مفيش حد في الدول مهتم باهداف الحلف، فكده هي ألبانيا ايه؟ مهتمه باهداف الحلف. فاذا قال لي خروج ألبانيا من حلف وارسو نتيجه تمسكها بتطبيق اهداف الحلف، ولا ظهور دور حلف الناتو في الازمات الاوروبيه، تدخل السوفيتي ضد ثوره الاقليات بتشيكوسلوفاكيا، ولا ضعف دور الامم المتحده؟ يبقى لي دلوقتي ألبانيا اتسحبت من حلف وارسو نتيجة لأن ألبانيا متمسكة بتطبيق أهداف حلف وارسو. طب هو مين ما طبقش أهداف حلف وارسو؟ قال لي الاتحاد السوفيتي نفسه. عمل إيه؟ قال لي دخل وحارب تشيكوسلوفاكيا عشان يقضي على الثورة هناك اللي هي بتدعو ضد الفكر الشيوعي بتاعهم. تمام؟ يبقى دلوقتي تمسكها بتطبيق أهداف الإيه؟ الحلف. من مجالات الجغرافيا السياسية حديثا إيه؟ قال لي مجالات الجغرافيا السياسية حديثا حاجتين: التحليل السياسي للقوة والنظام العالمي الجديد وما ينتج عنه من متغيرات. هم دول المجالين الجداد او المجالات الحديثه للجغرافيا السياسيه. اذا قال لي تحليل قوه الولايات، لا دي تبع الجغرافيا السياسيه، او دي قديما دي تبع الدوله. تحليل قوه يبقى تبع الدوله. طب دراسه نتائج الصراعات الدوليه، ولا دراسه الابعاد المكانيه للحرب البارده، ولا دراسه علاقات مصر الدوليه؟ هنا دلوقتي بيقول لي حديثا، فانا هتكلم عن التحليل السياسي للقوه، هنحلل القوه ونحللها سياسيا. يبقى اذا دراسه الابعاد المكانيه، البعد المكاني للحرب البارده، يعني الحرب البارده غيرت في المكان ازاي، ده هنا بقى تحليل سياسي للقوه. تمام. انما تحليل قوه الولايات دي تحليل قوه الدوله، ملهاش علاقه. دراسه نتائج الصراعات الدوليه، انها بتحلل التجمعات الاقليميه والعالميه تحليلا جغرافيا موضوعيا، برضو لا. دراسه علاقات مصر الدوليه، هنا برضو بتدرس الدوله، فكلهم ما ينفعوش. من الدول التي اصبح لها دور مؤثر في النظام الاقتصادي العالمي ويجاورها عدد كبير من الدول. دوله لها دور مؤثر في النظام الاقتصادي العالمي وحواليها عدد كبير من الدول: الهند، المانيا، اليابان، فرنسا. مين من الدول دول لها دور؟ حد هيقول لي يا مس ممكن نختار اجابتين. ظهور المانيا واليابان. المفروض ان الاثنين دول بقى الاقتصاد بتاعهم قوي جدا ودول بتاثر. اقول لك بس خد بالك، هو قال لك حاجه هنا يجاورها عدد كبير من الدول. هي اليابان بيجاورها عدد كبير من الدول؟ لا. يبقى عندي مين؟ عندي المانيا. يبقى دوله المانيا من الدول اللي اصبح لها دور مؤثر في النظام الاقتصادي والعالمي. طيب بعد كده، أي من الدول الآتية تظهر بها إيجابيات الشكل الشريطي للدولة؟ مين في الدول دي يظهر عليها إيجابيات الشكل الشريطي؟ أنا لسه قايله لك الشكل المستطيل أو الشريطي هو الشكل اللي بيبقى جاي بالطول، شريطي طولي. ليه بالطول؟ قال عشان يحدث فيها تنوع مناخ، وبالتالي تنوع في الموارد الاقتصادية، وبالتالي تنوع في الأنشطة وتنوع في كل حاجة. فقال لي هنا بقى الإيجابيات هتظهر فين؟ قال لي هتظهر منغوليا لو شفتها الاقيها مستطيل عرضي، شيلي مستطيل طولي، تركيا مستطيل عرضي، اليمن مستطيل عرضي. هي بس دولة شيلي، ودولة شيلي اتكررت كتير واحتمال كبير تكون موضع امتحان السنة دي. تمام. يبقى دولة شيلي دولة ذات شكل مستطيل طولي.
طيب تعاني بعض دول الخليج العربي من مشكله في تحقيق التجانس بين سكانها نتيجه ايه؟ قال لي دول الخليج العربي ما عندهمش تجانس ما بين السكان، ما عندوش تجانس. طب ليه دول الخليج العربي ما عندوش تجانس؟ اول حاجه قال لي قله عدد السكان، تعدد اللغات الرسميه، الشكل المجزأ في عده دول، انتشار الجبال في معظم الدول. هو انا دايما اعرف يا ميس ان مفيش تجانس ما بين سكان دول الخليج العربي بسبب الهجره، صح ولا لا؟ صح، ان بيجي له هجرات وافده من الدول اللي حواليه، من باكستان والهند والدول باقي الدول العربيه والكلام ده. طيب هنا دلوقتي ما جابليش اي سبب من الاسباب ده. هو اللي مش مخلي فيه تجانس اصلا ان في قله في عدد سكان الخليج العربي. عدد سكان الخليج العربي قليلين، فبالتالي هم مش كتير، فمش مختلطين ببعض. تمام؟ رقم 25 اكبر تجمع اقتصادي يضم وحدات سياسيه. طبعا اتفقنا ان وحدات سياسيه دي اللي هي دول، يبقى اكبر تجمع اقتصادي يضم دول او اكبر تكتل اقتصادي في دول. مين بقى؟ قال لي مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ده 6 دول. لا. طب اتحاد المغرب العربي، انا عندي ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، ده 5 دول. طب انا عندي النفتا 3 دول اللي هم مين؟ اللي هو كندا والولايات والمكسيك، فبرضه لا. امال عندي تكتل الابك، هو الوحيد التكتل اللي ضامن اكبر عدد من الوحدات السياسيه. تمام؟ ضامن اكبر عدد من الوحدات السياسيه، ده ضامن امريكا الشماليه كلها، كندا والولايات والمكسيك والصين، وعندي اليابان وعندي استراليا وعندي اندونيسيا وماليزيا. تمام؟ وضامن كل الدول اللي هي شرق وغرب المحيط الهادي. تمام؟ طيب 26 قال لي إذا اجتمع كل رؤساء وملوك دول العالم في مدينة ما لمناقشة إحلال السلام العالمي، فمن المتوقع أن تنتمي هذه المدينة لدولة ذات شكل إيه؟ طيب قال لي دلوقتي كل رؤساء وملوك العالم هيروحوا يتكلموا عن السلام العالمي، يعني منع الحروب، يعني هيحققوا هدف من أهداف الأمم المتحدة. طب يا ترى بقى هيتجمعوا فين؟ هيتجمعوا فين؟ قال لي يتجمعوا في واشنطن، اللي موجودة فين؟ في أمريكا. طب يا ترى أمريكا شكلها إيه؟ قال لي شكلها بري مجزأ، شريطي عرضي شريطي طولي، بحري مجزأ، طبعا بري مجزأ. ليه يا مس بري مجزأ؟ قال لي عشان الولايات المتحدة الأمريكية شكلها بري مجزأ، لأن ولاية ألاسكا تبعها، بس بتفصل ما بينهم أراضي كندا، يعني أنا عندي ألاسكا فوق، بعد كده كندا، بعد كده الولايات جاية من تحتها على طول. تمام؟ فإذا شكلها بري مجزأ. 27 عند نجاح مجلس التعاون لدول الخليج العربي في إصدار عملة موحدة في المستقبل، فده هيعني وصوله لأحد مراحل التكتلات الاقتصادية، وهي إيه؟ طيب أنا عندي من مراحل التكتلات الاقتصادية أول حاجة رفع الحواجز الجمركية وغير الجمركية، رفعناها. تاني حاجة تحديد تعريفة موحدة على السلع اللي جاية لي من بره، خلاص حددنا التعريفه. بعد كده هيبقى في بقى حاجه اسمها انتقال العماله وراس المال، تحرير انتقال العماله وراس المال. تمام؟ اللي هي الصكون مشتركه. بعد كده قال لي الوحده الاقتصاديه اللي هي تنسيق السياسات الماليه والنقديه، هنعمل عمله موحده في المرحله الكام؟ المرحله الرابعه، اللي هي اسمها الايه؟ اللي هي اسمها وحده اقتصاديه. المرحله الرابعه اللي هي الوحده الاقتصاديه. طب الاندماج المرحله الخامسه. طب السوق المشتركه المرحله الثالثه. طب الاتحاد الجمركي المرحله الثانيه. طب اول مرحله يا مس كان اسمها ايه؟ رفع الحواجز الجمركيه وغير الجمركيه. طب الاتحاد الجمركي كان اسمه ايه؟ تحديد تعريفه جمركيه موحده على السلع المستورده من الخارج، هنحط فلوس معينه على الحاجه اللي جايه من بره. طيب رقم 28 اي العوامل الاتيه تعد الاكثر تاثيرا في حده الحرب البارده؟ مين من العوامل اللي قدامي دي اكتر حاجه هتتاثر بالحرب البارده، اكتر تاثيرا في حده الحرب البارده؟ قال لي العوامل السكانيه، الايديولوجيه، المورفولوجيه، الاجتماعيه. طبعا انا قلت لك المصطلحات دي معناها ايه عشان ما تنساش. قلنا الايديولوجيه فكريه وثقافيه. قلنا المورفولوجيه طبيعي، قوه طبيعيه، اللي هو موقع ومساحه وشكل. فاذا هنا بيقول لي اكتر حاجه اثرت في حده الحرب البارده كانت القوه الايديولوجيه، القوه الفكريه والثقافيه. طبعا احنا عارفين انها حرب بارده، حرب ايديولوجيه، كلها بنفس المعنى. تمام؟ طيب رقم 29 اي مما يلي شهد مشكله سياسيه اتسم فيها موقف الامم المتحده بالتناقض مع موقفها من المشكله التي شهدتها المنطقه المشار اليها في الخريطه المقابله، ومشاور لي على المنطقه دي، وجايب لي خريطه مصر. المنطقه دي اللي هي منطقه طابه. طبعا كان رأي الأمم المتحدة في منطقة طابة إن هي أشارت بأحقية طابة لمصر. طيب موقفها كان بالتناقض، يعني ما ادتش أي رأي،
ما قالتش اي حاجه، ما اتدخلتش. فين؟ قال لي في 6 ليله ولا رصيف البحر بين ليبيا وتونس، اقليم كشمير، كرواتيا. طبعا في 6 ليله، لانها ما قالتش رايها في 6 ليله، واتبعت الحل المشكله عن طريق المفاوضات، اللي هو يلا حلوا المشكله مع بعضكم وانا مش هعمل حاجه. تمام؟ يبقى هنا 6 ليله. رقم 30، تواجه معظم دول العالم الثالث معوقات عديده عند اتخاذ القرار السياسي المستقل، ومنها ايه؟ قال لي دول العالم الثالث اللي هي الدول الضعيفه، الدول دي بتقابل معوقات او صعوبات لما تيجي تاخد قرار سياسي، لما تيجي تاخد قرار سياسي عينها مكسوره، عليها فلوس، مش عارفه تاخد قرار، مش عارفه تاكل شعبها. طيب وده زي ايه بقى؟ قال لي صعوبه توفير الحاجات الاساسيه للسكان، ولا صعوبه دخولها في التكتلات الاقتصاديه، افتقارها للمواد الاوليه، افتقارها للمواقع الاستراتيجيه. هو هنا قال لي ايه؟ قال لي اتخاذ قرار سياسي، مش عارفه تاخد قرار سياسي يبقى مش عارفه تحدد الحاجات الاساسيه للسكان. دوله مش عارفه تاخد قرار سياسي فمش عارفه توضح الحاجات الاساسيه للسكان، الاحتياجات الاساسيه زي الاكل والشرب والحاجات يعني اللي لازم تبقى موجوده، حاجه اساسيه. 31، أي من القارات الآتية تعد الأقل في عدد الدول التي تتبع حاليا استراتيجية التسلح الجماعي؟ يعني في هنا في القارات دي دول مش بتتبع أسلوب تسلح جماعي، يعني مش داخلة في حلف عسكري. مين القارات اللي مش داخلة في حلف عسكري؟ أوروبا وأفريقيا، أفريقيا وأمريكا الجنوبية، أوروبا وأمريكا الشمالية، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. طبعا عندي أفريقيا وأمريكا الجنوبية. ليه؟ لأن أصلا لو بصيت عليهم مش هلاقيهم داخلين في أحلاف عسكرية. افريقيا وامريكا الجنوبيه. تمام؟ او هم قالوا اقل، يعني مش داخلين في احلاف كتير. طيب في ضوء دراستك للجغرافيا السياسيه نستنتج ان الدولتان الموضحتان بالخريطه المقابله تتشابهان في ايه؟ طب تعالوا نشوف كده الدولتين دول مين؟ قال لي الدولتين دول عندي دي دوله الصين، وعندي دي دوله فرنسا. فرنسا والصين. طيب يبقى انا دي عندي دوله فرنسا ودي عندي دوله مين؟ الصين. فقال لي الدولتين دول متشابهتان في ايه بقى؟ في وجود منطقة نواة واحدة واختفاء الأقليات الدينية، ولا مركزية القرارات والدور المؤثر في المنظمات الدولية، إن هما الاتنين قرارهم مركزي يعني زي بعض، ولا الانضمام لتكتل اقتصادي واحد وتجانس السكان، ولا توافر شروط الدولة الوحدوية المورفولوجية والديموغرافية. قال لي طبعا الصين وفرنسا الاتنين متشابهين في حاجتين. الصين وفرنسا الاتنين دول وحدوية، والصين وفرنسا الاثنين داخلين واخدين حق الفيتو وداخلين في الامم المتحده. تمام؟ ومن الدول المهيمنه والمسيطره عليه. يبقى اذا التشابه ما بين الصين وفرنسا مركزيه القرارات والدور المؤثر في المنظمات الدوليه. طيب بعد كده قال لي لعبت السافانا دور التخوم بين دول غرب افريقيا قبل ترسيم الحدود السياسيه. اذا استمر ذلك الدور فانه من المتوقع ايه؟ قال لي لو فضلت السافانا واخده دور التخوم، يعني التخوم دي هتفصل، او السافانا دي هي اللي هتفصل ما بين الدول. قال لي فين؟ قال لي في غرب افريقيا. ايه اللي هيحصل؟ قال لي من المتوقع زياده الموارد الاقتصاديه بين الدول، حدوث تنميه اقتصاديه لهذه المناطق، رفع الالتزامات الماليه عن حركه الرعاه، توقيع معاهده لضبط وتنظيم حركه الرعاه. قالوا لي مش هم لما حطوا حدود سياسيه خدوا فلوس من الرعاه علشان حطوا لهم حدود؟ طب احنا هنا ما حطيناش حدود، يبقى اذا الرعاه مش هيدفعوا فلوس. يبقى اذا رفع الالتزامات الماليه عن حركه الرعاه، رفع الالتزامات الماليه عن حركه الرعاه. طيب بعد كده قال لي لعب الاستعمار دورا في رسم الحدود السياسيه بين ايه وايه؟ الاستعمار هنا لعب دور في رسم الحدود السياسيه بين مين ومين؟ قال لي بين روسيا ومنغوليا، ولا الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك، المانيا وسويسرا، مالي وموريتانيا. هنا الاستعمار رسم حدود سياسيه طبعا عندي في قاره مين؟ اشهر قاره افريقيا. تمام؟ فهو هنا رسم في روسيا ومنغوليا لا طبعا، والولايات والمكسيك برضو لا، المانيا وسويسرا طبعا، مالي وموريتانيا لانهم دول في قاره مين؟ في قاره افريقيا. 35 تنعدم الاستفاده من بنود اتفاقيه برشلونه عام 1921 في حاله حدوث نزاع حدودي بين دولتي من ومين. في دولتين هيتخانقوا مع بعض على الحدود، فلما الدولتين دول هيتخانقوا مع بعض على الحدود، مش هيستفيدوا خالص ببنود اتفاقيه برشلونه عام 1921. يعني بنود الاتفاقيه مش هيبقى لها اي لازمه، والاتفاقيه دي مهمه واحتمال كبير يجي عليها سؤال في الامتحان. طيب هنا دلوقتي بيقول لي فرنسا والمانيا، الدولتين دول هيبقوا فرنسا والمانيا، المكسيك والولايات، المانيا وسويسرا، بولندا واوكرانيا.
طبعا بولندا واوكرانيا، ولسه حالين على نهر بوج اللي هم كان عندي احدى ضفتي نهر، ان النهر باكمله بيجري داخل دوله والضفه الاخرى في دوله ثانيه. تمام. فاذا قال لي هنا هتنعدم الاستفاده من الاتفاقيه دي بين دولتي بولندا واوكرانيا عشان النهر اللي هناك نهر بوج، وتم تقسيمه على اساس ايه؟ على اساس احدى ضفتي نهر. اي من الدول الاتيه خالفت بعض شروط كوبنهاجن الخاصه بالاتحاد الاوروبي رغم انضمامها له. يعني في دوله من دول بتخالف، واتفقنا على طول على طول على طول على طول الدوله اللي مخالفه شروط كوبنهاجن، الدوله اللي مخالفه اهداف النظام العالمي الجديد، الدوله اللي مخالفه اهداف حقوق الانسان. كل دي دوله مين؟ دوله ايطاليا اللي فطحانه ليه؟ قال لك والله ايطاليا دي عندها اقليه نمساويه وبتمنع تحدث الاقليه النمساويه بلغتها وبتفرض عليها اللغه الايطاليه. تمام. يبقى كده هنا ايطاليا مش بتحترم حقوق الانسان ولا بتحترم شروط كوبنهاجن ولا بتحترم الاعلان العالمي لحقوق الاعلان العالمي لحقوق الانسان هو كمان، ولا اهداف النظام العالمي الجديد. يختلف المسطح المائي في الخريطه أ عن الخريطه ب في ايه؟ ابص على المسطح المائي هنا هلاقيه الخليج العربي، والمسطح المائي هنا هلاقي خليج المكسيك، وانا عارفه ان الخليج العربي وخليج المكسيك الاثنين فيهم ايه؟ الاثنين فيهم بترول. طيب قال لي هنا بقى بيختلفوا في ايه بقى؟ بيختلفوا في الاهميه الاقتصاديه، اهميتهم واحده، خضوع لاشراف دوله واحده، مركزيه موقعه، انعدام المشكلات السياسيه به. كلهم طبعا مش نافعين ما عدا مركزيه الموقع، لانه هنا بيقول لي اللي بيميز الخليج العربي، اللي بيميز رقم واحد عن اتنين، يعني اللي بيميز الخليج العربي اكتر ان موقعه مركزي. ليه مش مركزي؟ لانه موجود يعتبر في النص شويه، انما الخليج المكسيك موجود بعيد في قاره امريكا الشماليه في الجنوب، فهو متطرف شويه. تمام. اذا تشابهت دوله اسبانيا في مظهرها التضاريسي مع دوله المانيا فهذا سوف يؤدي الى ايه؟ قال لي لو دوله اسبانيا في شكلها كانت زي دوله المانيا. طبعا انا عارفه ان دوله المانيا ذات طابع سهلي، المانيا ذات طابع سهلي، والسؤال ده اتكرر كتير واحتمال يجي في الامتحان. يبقى المانيا الطابع بتاعها طابع سهلي. طب لو المانيا تشابهت مع اسبانيا ايه اللي هيحصل في اسبانيا؟ قال لي هتتضاءل تاثير الاقليات بها، زياده تنوعها الجيولوجي، ولا زياده قدراتها الدفاعيه، ولا ضعف تركيبها المحصولي. لو تشابهت اسبانيا مع المانيا، يعني لو اسبانيا ما بقاش فيها جبال، وانا عارفه ان اسبانيا فيها اقليم كاتالونيا اللي عاوز ينفصل، يبقى اذا هيتضاءل او هيقل تاثير الاقليات فيها. الاقليات اللي هناك اللي هي الاقليه اللي حابه تنفصل، اقليم كاتالونيا. تمام. وعندي الباسك كمان في اسبانيا، الباسك في اسبانيا برضو. تمام. يبقى السؤال ده ممكن يجي لي بكام شكل. اذا كنت تعيش في جزيره لديها قدر من الاستقلال عن عاصمه الدوله السياسيه التابعه لها، فتلك الجزيره هتكون مين؟ لو انت عايش في جزيره، الجزيره دي بتاخد القرار بتاعها من نفسها من الحكومه اللي جواها، ملهاش علاقه بالعاصمه، يبقى انت كده عايش فين؟ قال لي في هوكايدو، تسمانيا، كيوشو، كورسيكا. هوكايدو دي تبع اليابان، وكيوشو تبع اليابان. طيب تسمانيا تبع استراليا، كورسيكا تبع فرنسا. طيب اقدر انا بقى احدد مين فيهم يقدر ياخد القرار جوه المقاطعات او الجزر اللي عنده، ومين القرار فيه مركزي؟ قال لي طبعا هنا دلوقتي ما دام انا هاخد استقلال يبقى انا عندي استراليا، لان استراليا دوله ايه؟ استراليا دوله فيدراليه، والدوله الفيدراليه عباره عن دوله مقسمه الى مقاطعات او محافظات او ولايات، وكل واحد فيهم لديه قدر من الاستقلال الذاتي. تمام. يبقى جزيره تسمانيا لانها في استراليا. سؤال رقم 40، يعد استخدام التقنيات الحديثه لمواجهه تغييرات المناخ هو احد اهتمامات نقط. قال لي دلوقتي التقنيات الحديثه وهنواجه بقى تغييرات المناخ، مين اللي هتهتم بده كله بقى؟ تقنيات حديثه وهنواجه بقى تغييرات المناخ. قال لي صندوق النقد الدولي له علاقه بالمناخ، ولا مركز التجاره الدولي، منظمه اليونيدو، منظمه الفاو؟ طبعا على طول من غير ما افكر منظمه الفاو. ليه يا مس الفاو؟ لان منظمه الفاو هي المنظمه الخاصه بالزراعه والاغذيه. زراعه واغذيه يبقى مناخ، انا دلوقتي لازم اظبط المناخ بتاع دولتي علشان اقدر ان انا ازرع. تمام. يبقى هي منظمه الفاو هي الخاصه بمين؟ بالمناخ. طيب بعد كده قال لي اهم ما يملكه النظام السياسي بمفهومه الاجتماعي هو ايه؟ والسؤال ده مهم وقلت لكم عليه اكتر من مره واحتمال كبير يجي. النظام السياسي بصورته الاجتماعيه هو نظام اجتماعي يقوم بادوار ووظائف متعدده استنادا الى وجود قوه او سلطه هيستخدمها في 3 حاجات: تحقيق اكبر قدر من المصالح العامه، اداره موارد المجتمع،
وتحقيق الامن الداخلي والخارجي. تمام، يبقى ده النظام السياسي بصورته الاجتماعيه. فهنا بقى هيصنع القرار وينفذه، يعني هو كده بمعناه انه هيصنع قرار وينفذه، ولا هيعقد الاتفاقيات الدوليه، ولا اقرار التشريعات الداخليه، ولا القدره على فرض الاراده او الاداره. طبعا القدره على فرض الايه؟ الاداره داخل الدوله، لان قلنا اداره موارد المجتمع، هو اللي هيدير كل موارد المجتمع. رقم 42، أي من العبارات التالية يمكن اعتبارها الأفضل لتمثيل الحكم الديمقراطي؟ في عبارة من دول هي العبارة الأفضل لتمثيل الحكم الديمقراطي. تمام، وقلنا طبعا أنظمة الحكم الديمقراطية بتعتمد على الفصل ما بين السلطات، وقلنا تحقيق الديمقراطية. تمام، واحترام الدستور. فإذا هنا قال لي العبارة الأفضل، قال لي انفراد السلطة التشريعية بسن القوانين، تركز السلطة في يد رئيس الوزراء، تقاسم السلطات بين رئيس الدولة والحكومة، ولا الفصل ما بين السلطات واحترام الدستور. طبعا وانا مغمضة هي دي، لان دي يعتبر افضل عبارة لتحقيق الايه؟ الحكم الديمقراطي. رقم 43، ان هناك ارتباط واضح بين الخلفية التاريخية للنظام العالمي الجديد وايه؟ يعني في ارتباط ما بين النظام العالمي الجديد، الخلفية التاريخية للنظام العالمي الجديد، وايه كمان؟ قال لي اول حاجة التكتلات الاقتصادية، الصراعات الدولية، المنظمات العالمية، الاحلاف العسكرية. قال لي الخلفيه التاريخيه للنظام العالمي الجديد دايما كان مرتبط بالصراعات الدوليه، لان مع الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه كان من الوقت ده يعتبر النظام العالمي الجديد بيبتدي يظهر، بيبتدي يتبلور، وفكره انشائه تبتدي تبقى موجوده. تمام، يبقى ارتبط النظام العالمي الجديد بالصراعات الدوليه. أي من الدول المشار إليها في الخريطة التالية تعاملت مع مشكلاتها السياسية بشكل يشبه تعامل دولة سويسرا؟ أنا عندي دولة سويسرا دولة حبيسة، ودولة سويسرا علشان تتواصل مع الدول اللي حواليها والدول المجاورة لازم تعدي على أراضي ومرور يعني تمر في أراضي الدول المجاورة ليها أو في الأنهار اللي حواليها. تمام، مين من الدول دي بقى عملت زي سويسرا كده دولة حبيسة وبتعدي في أراضي الدول اللي جنبيها علشان تخرج بره وتتصل بالعالم الخارجي؟ قال لي رقم 1 العراق، رقم 2 السعودية، رقم 3 ليبيا، رقم 4 المغرب. قال لي طبعا هي رقم 1 دولة مين؟ دولة العراق، لأن دولة العراق دولة حبيسة. تمام، فبالتالي دولة العراق علشان تحاول تتواصل أو تتصل بالعالم الخارجي لازم تمر في أراضي الدول المجاورة ليها عشان تقدر تخرج بره الإيه؟ المحيط بتاعها. يبقى هي دولة مين؟ دولة العراق، الدولة رقم 1. طيب تعالوا بينا نشوف بقى الأسئلة المقالية. أول سؤال بيقول دلل هناك مدن تعتبر عاصمة وقلب دولة. دلل يعني هات لي دليل. في مدن بتعتبر عاصمة وقلب دولة مع بعض؟ قال لي مين؟ احنا القاهرة. مالها؟ قال لي القاهرة عاصمة مصر وتم اختيارها بناء على العامل التاريخي، وفي نفس الوقت القاهرة تعتبر العاصمة أو قلب الدولة من الناحية السياسية، بيتركز فيها عملية صنع واتخاذ القرار السياسي. تمام، وبتصدر منها القرارات دي. كده بالنسبه لمين؟ للقاهره. يبقى القاهره عاصمه وقلب، عشان فيها قلب ايه؟ قلب سياسي بيصدر منها القرارات. طب السؤال الثاني بيقول لي فسر تعتبر مدينة باريس قلب وعاصمة لفرنسا. نفس الكلام، قال لي برضو مدينة باريس هي قلب وعاصمة لفرنسا. ازاي؟ قال لي مدينة باريس قلب لفرنسا لانها موجود فيها كل القرارات، برضو بتصدر منها كل القرارات بالنسبة لدولة فرنسا، وهي في نفس الوقت العاصمة التي توجد فيها سفارات الدول الأجنبية ورؤساء الوزراء ومقر الوزير ومقر الرئيس، وفي نفس الوقت فيها كل السلطات التشريعية. تمام، وفيها كل المؤسسات المهمه في الدوله. يبقى اذا باريس تعتبر قلب الدوله وتعتبر عاصمه للايه؟ للدوله. كده نكون انتهينا من النموذج بتاعنا والامتحان بتاعنا، وان شاء الله لو لينا عمر تاني نتقابل تاني ان شاء الله في فيديو جديد وامتحان جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.